زمايلي الفضليات هيتكلموا النهارده في البرزنتيشن بتاعتهم. فاحنا اليوم بتاعنا مقسوم لجزئين. الجزء الاول هو تعريف الجامعه وانشطتها، وحضراتكم ان شاء الله مدعوين بعد المدرج باذن الله ان احنا كمان ناخد دور في الجامعه، لان يمكن الكثير من حضراتكم اول مره يجي جامعه البلد، فاحنا محتاجين ان الناس تشوف في الجامعه انطاكيا، وممكن نزور حتى مجموعه من الكليات لو حابين. الجزء الثاني هو بنسميه لقاء مفتوح، نقاش مفتوح حول موضوع من الموضوعات اللي بتخص الموارد البشريه والتدريب بشكل عام. احنا هنا موجودين ان شاء الله في خدمه حضراتكم وشركاتكم، وفاتحين ايدينا فعلا للتعاون المثمر، لان احنا فعلا قادرين على ربط اللي الطلبه بيدرسوه هنا بسوق العمل عن طريق التخصصات اللي موجوده هنا اللي حضراتكم النهارده هتشوفوها بعينيكم هكذا. طبيعي جدا ان في التدريب احنا بنروح لخبراء تدريب من مجالات مختلفه. طيب انا كشركه طالما انا عندي جامعه والجامعه فيها 16 تخصص، والجميل في جامعه بدر كمان ان احنا عندنا حاليا فرع ثاني في اسيوط في جنوب مصر، وبنعمل الفرع الثالث ان شاء الله في شمال مصر في دمياط. فمعنى حتى كده الانتشار الجغرافي هو تحدي كبير موجود، بالاضافه للشراكات الاجنبيه اللي جامعه بدر عملتها في الفتره اللي فاتت منذ انشائها. احنا عاملين شراكات مع حوالي 27 جامعه اجنبيه، انجليزيه وامريكيه وفرنسيه وسويسريه وهكذا، زي ما الكتالوج يعني موضح قدام حضرتك. بالاضافه للشراكات اللي معهد التعليم المستمر مع مجموعه كبيره من المؤسسات والهيئات الكبيره في مصر، زي الهيئه العامه للرعايه الصحيه وهيئه الرقابه والاعتماد في المجال الطبي وهيئه التامين الصحي الشامل، مع الهيئه العامه للاستثمار، مع البنك المركزي المصري، مع الهيئه القوميه للبريد اللي كان بيسعدنا ويشرفنا امبارح الاستاذ الدكتور شريف فاروق بلقاء مفتوح مع الطلبه في نفس المبنى ده. الحقيقه عاملين شراكات كثيره جدا. فاحنا بنقدم لحضراتكم ده وبنقول لكم احنا يعني على استعداد تام للتعاون، وتحت امركم في كل ما هو متعلق بالتدريب والاستشارات والشهادات المهنيه اللي ممكن تمنح من جامعه بدر بالشراكات الاجنبيه اللي عندنا. انا بشكر جدا جدا حضراتكم للحضور، ان انتم لبيتوا الدعوه دي، وان شاء الله ده يبقى اللقاء الاول مش الاخير، ويبقى التعاون ان شاء الله مستمر وبشكل كبير. مش هعطل حضراتكم، مش هاخد وقت طويل، انا وعدتكم 5 دقائق بس، وهسيب الفرصه لزمايلي الاعزاء زميلاتي الاعزاء ان هم يبداوا السيشن بتاعهم، وشكرا جزيلا.